كيكة النهاردة لازم تجربيها، قمة في اللذاذة. كيكة شوكولاتة متغطية بطبقة كريم تشيز وكمان غرقانة بصوص الفراولة، ميكس رهيب. نتكلم كده عن كيكة الشوكولاتة، خفيفة جدا وهشة، طعمها حلو قوي وهتقدري تعتمديها ككيك يومي لأن هي سهلة جدا وبسيطة، وقد إيه هتطلع معاكي إسفنجية وناجحة من أول مرة. أما بقى طبقة التشيز كريم فقوامها مظبوط قوي والسكر فيها معتدل، وكمان هنعملها بنكهة الفراولة. كل الحاجات الحلوة دي بقى متغطية بصوص فراولة رهيب، طعمه حلو جدا وقوامه مظبوط ولونه بيلمع وحلو كده زي ما انت شايفة. حقيقي مش هتقدري توقفي. يلا بينا نحضرها مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحاب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. أول حاجة هنحضرها مع بعض صوص الفراولة، لأن احنا محتاجينه يكون بارد تماما. معايا ربع كيلو بس من الفراولة، سواء الفريش أو المجمدة. أنا اللي عندي كانت مجمدة فكان بيبقى فيها صوص كده برضو حطيته، وهضيف نص كوباية من السكر ومعلقة صغيرة من عصير الليمون. سواء بقى تحطي الفراولة صحيحة كده أو تقطعيها مفيش مشكلة خالص. هقلب بقى كده كله تقليبة وهسيب الفراولة على النار لمدة 5 دقايق كاملين لحد ما تدخل في مرحلة الغليان. أول بقى ما توصل للمرحلة دي بالهاند بلندر أو بالخلاط هتطحني الفراولة طحن ناعم جدا جدا لحد ما تبقى ناعمة معاكي وما فيهاش أي قطع من الفراولة خالص، كده مظبوطة جدا وناعمة جدا. معايا بقى معلقة كبيرة من النشا وهضيف عليها معلقة كبيرة من المية، المية لازم تكون باردة، وهقلب كده النشا في المية لحد ما يدوب خالص، وبعد كده احط النشا على صوص الفراولة. هرفع بقى الحلة تاني على النار واستمر كده في التقليب. لو الفراولة معاكي لونها فاتح عززي كده اللون بنقطة صغيرة من ملون الطعام الأحمر، ولكن لو اللون معاكي مظبوط وغامق مفيش مشكلة، ممكن ما تحطيش. فضلت كده أقلب لحد ما وصلت للقوام المظبوط، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. كده القوام مظبوط جدا. هاخد بقى صوص الفراولة كده وانقله في طبق تاني واسيبه كده لحد ما يبرد خالص، وبعد كده احطه في التلاجة. طبعا في البداية هتلاقي ان القوام خفيف، طبعا لما يتحط في التلاجة القوام هيبقى تقيل ومظبوط جدا. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض خليط الكيك. معايا كوباية ونص من الدقيق المنخول، وانا استخدمت الدقيق متعدد الاستخدامات. هضيف عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر ونص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى. استخدمي نوع كويس من الكاكاو عشان يخلي طعم الكيك حلو جدا، وانخلي كمان الكاكاو لان اوقات كتير بيبقى فيه تكتلات وممكن يضايقك جدا اثناء التقليب. انا مش عارفه ما استخدمتش طبق كبير ليه، بس مش مشكله. قلبي بقى المكونات الجافه كويس جدا مع بعض. ودلوقتي هنحضر مع بعض المكونات السائله. معايا 4 حبات من البيض تكون بدرجة حرارة المطبخ، ضفت معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة، ذرة من الملح، وكوباية كبيرة من السكر. بمضرب الكهرباء بقى هقلب كده تقليبة، وبعد كده اخلط البيض والسكر كويس جدا جدا مع بعض لحد ما اللون يكون فاتح خالص والقوام يكون تقيل. الخطوة دي مهمة قوي علشان تخلي الكيك معاكي هشة. بصي بقى اللون فاتح ازاي والقوام تقيل وكريمي ازاي، مظبوط جدا. اثناء التقليب هضيف كوباية الا ربع من الزيت، وانا بقلب برضو هضيف كوباية من الحليب يكون دافي، وهرجع اقلب كده لمدة دقيقة، وبكده خلاص المكونات السائلة تكون جهزت معايا. هاخد بقى الدقيق واضيفه شوية بشوية على المكونات السائلة، انا عامة حطيته على مرتين، وبين كل مرة والتانية بقلب لحد ما الدقيق يختفي خالص. استخدمت كمان المعلقة علشان اتأكد ان مفيش دقيق خالص في الطبق من تحت. وبكده خلاص خليط الكيك معايا بقى جاهز. القوام المطلوب هو دوت، لا يكون خفيف قوي ولا يكون تقيل قوي. هستخدم صينية بايركس، طبعا تقدري تستخدمي اي صينية عندك. حطيت كده فيها معلقة كبيرة من الزبدة، ممكن تستبدلي الزبدة بدهنة من الزيت وتبدريها بالكاكاو مش بالدقيق، علشان الكيك ما يبقاش فيها كده لون ابيض من الدقيق من تحت ولا حتى من الجوانب. هضيف بقى كده كل كمية خليط الكيك، وبكده خلاص خليط الكيك معايا بقى جاهز. الصينية تدخل الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط، وهتقعد بالظبط 30 دقيقة. على بال بقى ما الكيك يطلع من الفرن هنحضر مع بعض طبقة التشيز كريم. معايا كوباية كبيرة من الكريم شانتيه الخام، أنا بحب جدا أستخدمه يكون خام. وهضيف كمان كوباية إلا ربع من السكر البودر وكوباية كبيرة من المية، شرط أساسي تكون متلجة علشان تساعد كده على إن طبقة الكريمة تمسك معاكي والقوام يكون مظبوط جدا. بمضرب الكهرباء برضو هقلب وبعد كده اشغل المضرب. هفضل كده اخلط الكريمه كويس جدا لحد ما القوام بتاعها هيكون متماسك وتقيل. كده خلاص القوام مظبوط قوي. في المرحله دي بقى هضيف كوبايه كبيره من الجبنه الكريمي، اي نوع انت بتحبيه تقدري تضيفيه. هضيف كمان نص كوبايه من الفراوله المهروسه ومش معصوره، يعني انا ما كنتش حاطه فيها اي نقطه ميه.
لو عايزه كمان تقطعيها برضو هيبقى طعمها حلو جدا جوه التشيز كريم. وهفضل كده بقى اخلط. بصي بقى القوام بتاع الكريمه بقى مظبوط معايا ازاي، القوام مظبوط جدا ومتماسك جدا جدا. الكيكه خلاص خرجت من الفرن. طبعا بعد نص ساعه تقدري تختبريها كده بستيك او بسكينه رفيعه. لو طلع معاكي الستيك نضيف كده خلاص الكيكه تكون استوت. عملت فيها فتحات كده علشان خاطر هسقيها بكوبايه من الحليب لازم يكون بارد. ما ينفعش تحطي الحليب سخن والكيكه تكون سخنه علشان ما يخليش الكيكه معاكي معجنه. ما شاء الله الكيكه ناجحه جدا ومظبوطه جدا جدا، بتشرب كل نقطه حليب انا بضيفه. الكيكه اسفنجيه جدا جدا زي ما انت شايفه كده، مفيش ولا نقطه حليب عايمه على وش الكيك ولا حتى في الجوانب ولا حتى من تحت. كده مظبوطه قوي. هسيبها بقى كده على جنب لحد ما تبرد تماما لمده ساعه او ساعه ونص. هضيف بقى دلوقتي طبقه التشيز كريم عليها. حطي كده كل طبقه التشيز كريم علشان تخلي كده طعم الكيكه حلو قوي. انا حبيت ان انا اسويها بشكل كده عشوائي علشان لما اجي احط عليها الصوص يبقى كده شكله نازل وطالع وشكله بيبقى حلو قوي. صوص الفراولة كمان أنا كنت حاطاه في التلاجة لمدة ساعة كاملة. زي ما انت شايفة كده القوام بقى مظبوط قوي واللون كمان بتاعه حلو جدا جدا. الكيكة باردة جدا، طبقة التشيز كريم باردة جدا، وصوص الفراولة بارد جدا. هضيف بقى دلوقتي صوص الفراولة وبعد كده هحطها في التلاجة لمدة ساعة كاملة علشان كل حاجة تكون متماسكة. بين كل تقطيعة والتانية امسحي السكينة علشان ما تبهدليش وش الكيك. طبعا مش قادرة أوصف لكم بجد جميلة قد إيه، حلوة جدا جدا. بصي القطعة بتطلع بالمسطرة مظبوطة جدا جدا. طبقة الكيك مظبوطة جدا وهشة وخفيفة قوي وطعمها حلو جدا. التشيز كريم متماسكة وحلوة قوي، وصوص الفراولة كمان عطيها شكل وطعم حلو جدا جدا. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة. مستنية رأيك فيها. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، وبألف هنا وشفا. وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.